السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله يوم جديد من عند الكتاكيت البيضاء يا جماعة. النهاردة اليوم الثالث. ما شاء الله ما شاء الله. الفراخ يا جماعة الحمد لله رب العالمين تحويل حلو جدا الحمد لله. بيكبروا معايا يوم عن يوم. طبعا من اسعد لحظات حياتي الحاجه اللي بتبسطني قوي ان انا بدخل عندهم كده الاقيهم مخلصين العلف اللي انا حطاه. طالما الفرخ خلص العلف كده واكل والملى الحصاله بتاعته تعرفي ان الفرخ ان شاء الله من غير مقاطعه هيجيب معاكي تحول سريع ويكبر معاكي بسرعه. ده قاطعين كمان ميه وعلف. طبعا شايفين هما بيبقوا يطلعوا يعملوا حمام في العلافات ديت، فاحنا هنبدل العلافات دي النهارده. خلاص اخر يوم لها النهارده. انا جبت حل حلو علشان الفرخ ما يعملش حمام في العلافه ويرجع ينقر ياكل منها ويتاذى. طبعا هنشيل كمان السقايه فاضيه اهيت، بعد فل حبه حاجه عقاره بسيطه اهيت عاوزه تتغسل. شايفين ما شاء الله الارضيه حلوه يعني الى حد ما مش وحشه قوي، بس انا هديها رشه جبنه صغيره كده كمان، رشه صغيره كده على الوش اهي علشان ايه الاطمئنان. هي الفرشه ما شاء الله حلوه ما فيش اي حاجه فيها خالص اهيت. حبه فرش كده اهو بس تعفره كده من على الوش، وكمان نديها ايه رشه جير عليها. احطها كمان رشه جير اهو. حلو قوي يا جماعه الجير بيطهر المكان وبيخليه جاف. بس بالراحه بايدك كده اهوت علشان خاطر نطمن على فراخنا. اجيب برضو يعني شويه جير بساط خالص اهو اهو. يعني انا من ساعه ما جهزت المكان وانا بستقبلهم ما عملتش حاجه خالص والله الا النهارده بقى تالت يوم اهوت. قلت اديهم ايه شويه جير كده على الوش بشويه ده علشان بس اضمن سلامه الفراخ بتاعتنا. وطبعا انتوا عارفين ان هم بينقروا في الارضيه وكده، فعشان بقى ايه لا قدر الله ما يحصلش اي عدوى لهم ولا اي حاجه. طبعا انا جبت بقى العلافه القمر دي اهيت، كنت بدور عليها مش لاقياها. ان شاء الله هحط لهم العلف فيها علشان خاطر ما يعرفوش يطلعوا في قلبها ولا يعملوا اي مشاكل. طبعا دي علافه سمان يا جماعه، دي اساسا علافه سمان، بس هي حلوه برضو للكتاكيت الصغيره. هم في الاول كده يمكن ما يعرفوش يتعودوا عليها، بس واحده واحده هيتعودوا وهياكلوا. يلا بقى صلي على النبي كده وتعالي حطي لايك حلو بايدك الحلوه وتعالي نحضر خلطه، وهقول لك كمان على حاجه تحطها في الميه. دول شويه العلف يا جماعه حلوين قوي، يعني نص كيلو على 20 كتكوت. هنحط ايه يا جماعه؟ هنحط نص معلقه من التوم البودر، وزيها بصل بودر، يعني نص معلقه توم بودر ونص معلقه بصل بودر. هنحط كمان معلقه حبه البركه اهي. خلطه النهارده غنيه جدا ومغذيه جدا ومفيده جدا. هنحط شويه كمان من السمسم الابيض شويه صغيرين. هنحط كمان ايه حاجه على طرف المعلقه مش كتير زي الثوم البودر والبصل البودر كده من الكركم اهو. مضاد حيوي رهيب، مضاد حيوي رهيب. هنحط ايه بقى كمان عشان نرفع القيمه الغذائيه ونغذي الكتكوت بتاعنا كده؟ هنحط معلقه زبادي او 2، هو لبن رايب عامه. هنحط معلقتين كده اهوت. لا لبن رايب يا جماعه مش زبادي. انا ببقى اعملهم كده ايه في كوبايه، بس هو لسه ما جمدش، يعني ممكن نحط شويه كده بس منهم كده ونسيبهم يجمدوا لما هنحط لهم كل يوم منهم معلقه لما يخلصوا، علشان بيرفع البروتين اللي في العلف وبيظبط الدنيا للفراخ. يبقى توم بودر بصل بودر. الخلطه يا جماعه بقى من الاول كده
معانا نص كيلو عليه ابادي تركيز 23. هنحط عليهم نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه من الكركم، معلقه من السمسم، معلقه من حبه البركه، معلقه كبيره من الزبادي. خلطه ممتازه 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 للتحويل وللمناعه. نبتدي نخلط الخلطه دي كلها كده مع بعض اهي يا جماعه، يعني كله كده مع بعضه، البصل البودر والثوم البودر والكركم والسمسم وحبه البركه مع الزبادي كده. ما شاء الله ما شاء الله، الخلطه دي كفيله تخلي الفراخ بتاعتك اليوم يبان عليه. يعني ايه اليوم يبان عليه؟ يعني الفراخ تحس انها بتكبر يوم عن يوم معاكي. ما شاء الله، هم الحمد لله رب العالمين النهارده تالت يوم، ما شاء الله حلوين جدا، اللهم بارك يا رب. طبعا هم نايمين مشنتحين كل واحد في ناحيه. على فكره دي ميزه مش عيب يا جماعه، الفراخ كده ما تكون نايمه كده ومسنطحه كده تعرفي ان الفراخ الدنيا كلها مظبوطه عندها واخده راحتها على الاخر. نجيب العلافه دي بتاعتنا بقى يا جماعه، هنشوف بسم الله الرحمن الرحيم كده، نفتحها كده ونحط العلف بتاعنا فيها كده. بجد بتربي الفراخ، متخليش الفراخ تطلع في العلافه ولا تعمل مشاكل. نقلبها كده اهو ونقفل. طبعا هي بتتقفل كده ونحطها لهم، نسمي الله كده ونحطها لهم، هنشوف هيبقوا ايه عاملين معاه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هما مش يعني هيغيبوا شويه على ما يعرفوا ان هي فيها علف. اهو بدا اول واحد بس ينقر كده، هتلاقي ما شاء الله هتلاقي كله بدا يروح. اول واحد بس يعرفه بالمكان بس، ساعة بس ما ينتبهوا بس ان فيها اكل هتلاقيهم رايحين عليها على طول. هي طبعا اول حاجه اي حاجه جديده كده، ان انت تجيبي اي حاجه جديده وتيجي تعمليها للفراخ او لاي حاجه تحس ان هم مستغربينها اول يوم، بس بعد كده خلاص. شايفين بينقروا اللي وقعت على الارض، بينقروا اللي وقعت على الارض. لا هنا اكل اهو بقى، هنا اكل اهوت على بس ما ينتبهوا ليها ويعرفوا يمدوا ايه منقرهم فيه اهو. وبداوا ما شاء الله اهو، بداوا يا جماعه اهوت واحده واحده، ومجرد بس واحد ولا اتنين كده يروح والباقي يجري على طول يقلده. على ما نسيبهم يتفاهموا كده مع العلف هنبتدي نعمل سقوه حلوه. ما شاء الله بدأوا هم يا جماعه لوحدهم خلاص ما شاء الله. هنبتدي بقى نعمل لهم السقوه. زي ما الفراخ محتاجه بروتين للعلف عالي علشان يبقى التحويل بتاعها والنمو بتاعها حلو، محتاجه احماض. اسهل احماض وارخص احماض كالعاده انا بجيب لكم الرخيص وبجيب لكم السهل وبجيب لكم المتوفر تعمليها للكتاكيت بتاعتك من تالت يوم. الليمون، دي ليمونه صغيره، لو عندك ليمون كبير حطي نص بس، لكن طالما دي ليمونه صغيره هنحط نعصر ليمونه كده يا جماعه. احماض ما شاء الله، مطهر معوي قوي جدا، من الحاجات اللي بتطهر امعاء الفراخ وكمان بتعالجها من اي برد. طبعا انتوا عارفين ان هو غني بفيتامين سي، بس اهم حاجه الفرخ محتاج ايه؟ فيتامينات وبروتين عالي واحماض. وفرنا الفيتامينات والبروتين العالي في العلف وحطينا الاحماض في الميه بدون ادويه وبدون تحصين بدون اي حاجه خالص. طالما احنا بنربي لبيتنا مش محتاجين ان احنا نصعب الامور علينا ونعمل شويه ادويه ونتلخبط فيهم وندي جرعه زياده جرعه ناقصه، وممكن كده ندمر الفراخ بتاعتنا. طبعا هم الوقت هيعوزوا يشربوا. بسم الله ما شاء الله. الميه روح الفراخ، مره معلقه عسل، مره نص ليمونه، اما يكبروا شويه تبقى معلقه خل. دايما ظبطي الدنيا وحطي حاجه في الميه للفراخ بتاعتك عشان تني المناعه بتاعت الفراخ تبقى حلوه والتحويل يبقى حلو. ما شاء الله ما شاء الله. العمر النهارده 3 ايام. النوع كب طبعا يا جماعه. كل ما الفراخ تكون متبعتره كده كل ما تبقي مطمنه ان انت ماشيه صح. الفراخ يا جماعه الجو حر ما تكتموش عليه، مع ان انا حاطه اللمبه الصفراء، بس ما تكتموش على الفراخ عشان الفراخ ما تتعبش مننا وتعرق وتفتل مننا ويجيلك تفاوت اوزان على طول. اول ما الفرخ يتكوم على بعض ويعرق تعرفي ان هيبقى يحصل عندك تفاوت اوزان، لان الكتاكيت يا جماعه يعني غلط انها تتكوم على بعض، سواء في الزاويه سواء تحت اللمبه. لو تحت اللمبه زي ما قلت لكم قبل كده 100 مره هيكونوا بردانين، تحت في الزاويه هيكونوا حرانين.
عينك على الفراخ، درجة الحرارة هي اللي بتكبر الفراخ يا جماعة، درجة الحرارة المظبوطة. حد يقول لي الجو حر وهنحط اللمبة البيضاء، بعد أسبوع مهما كان صيف شتاء لازم نستقبل أقل حاجة أول أسبوع على اللمبة الصفراء، علشان خاطر الفراخ بتاعتنا بتكون خدت كفايتها من التدفئة. زي الطفل الصغير محتاج تدفئة يا جماعة، ومحتاج رعاية واهتمام في أول أسبوع يعني بالذات، علشان التحويل وكل حاجة تبقى ماشية معانا مظبوط، والفراخ ما يحصلش لها انتكاسة أو ما يحصلش لها أي حاجة. وكمان عينك على المخرج بتاعها أهو، شوفي فيه إسهال، تشوفي فيه أي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله الفراخ اللهم بارك يا رب، ال3 أيام باينين عليهم. الفرخ طالما بتحس ان هو بيكبر يوم عن يوم، تعرف ان انت ماشيه صح في الاستقبال وفي كل حاجه. وطبعا احنا متعودين مع بعض كده ان كل حاجه بتبقى بالخلطات الطبيعيه بالاعشاب، ما بنستخدمش ادويه خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.